لما تقدري نفسك غيرك هيقدرك. لما تقدري وقتك ومجهودك غيرك هيقدر وقتك ومجهودك. ولما تحطي لنفسك حدود صحية غيرك هيحترم الحدود دي. هتوصلي لمرحلة ان انت عندك هدوء وسلام نفسي، مش مستنية حاجة من حد، مش مستنية حد يثبتلك ان انت كويسة وتستاهلي. والكلام السلبي مش هيحبطك ويوقعك في الارض. علاقاتك هتبقى صحية وهتبقى متوازنة. فالموضوع كله مسؤوليتك انت. هقولها لك تاني، قدري نفسك وما تستنيش ده من حد. المرأة جدا ضروري ان تكون متمكنة، مثقفة ومستقلة ماديا. انا عندي عقل اقدر اشتغل وين ما بشتغل. انا عندي فلوسي الحين ما تحتاجك. الحين لو طلبت تكون معاك عن رغبة مش عن حاجة. وفي ناس كتير قوي بتعدي علينا ما يستاهلوش ان انتي تشربي معاهم كوبايتين شاي يعني، وبتضيع عمرك كله بتجري ورا الشخص ده وعايزة ترضيه ومش فاهمة فيه ايه، وتيجي واحدة تانية تديله على دماغه وهو ماشي زي الفل ماشي ستريت. فهي اهم حاجة ان انتي ابسطي نفسك، اشتغلي على نفسك. يعني اعتبري ان انتي بروجكت، انتي الست دي انا بروجكت. انا بحب ايه، انا ايه اللي يبسطني، ايه طموحاتي، ايه الحاجات اللي كانت بتسعدني زمان وانا نسيتها، اتعلم حاجة جديدة. في حاجات كتير قوي في الحياة على فكرة فايتانا. فكرة السعادة فايتانا لان احنا مش عارفين معناها. بطلي تتجاهلي آراء الناس الإيجابية فيكي وتتعاملي إنها مجرد مجاملات. يعني اللي بيقولك انتي قمر فانتي لازم تصدقي انك قمر، واللي بيقولك انتي حلوة انتي لازم تصدقي انك حلوة، واللي بيقولك انتي بنت ناس انتي لازم تصدقي ان انتي بنت ناس لان هي دي الحقيقة، واللي بيقولك انك مختلفة لازم تصدقي انك مختلفة لان هي دي الحقيقة. محدش بيجاملك لانه ليه اصلا هيجاملوكي؟ لازم تفكري كده، ها انا ليه اصحابي هيجاملوني؟ واحد، ليه الناس اللي ما تعرفنيش هتجاملني؟ تعمدي انك تعملي الحاجات اللي انت شايفه ان انت مش هتقدري تعمليها او مش هتقدري تكمليها. كتير مننا لما تتكلمي معاها تقول لك انا ما اقدرش، ما اعرفش اعمل الحاجه دي، ما بحبش العب رياضه، ما اقدرش العب رياضه، ما اقدرش اشتغل، ما بعرفش اشتغل، انا كبرت جدا على الشغل، انا عندي صاحبتين وما اعرفش اعمل صحاب، انا اصلا مش اجتماعيه. انتي اللي بتغذي جواكي الطاقه السلبيه وما بتصدقيش ان انتي تقدري. انا بقول لحضرتك ان حضرتك باذن واحد احد هتقدري.